الأسبوعي برنامج قضية ورأي. هذا البرنامج الذي يبث عبر شبكة سلام الإعلامية. دعونا نرحب وإياكم بمن يصحبني في التقديم، الأخوين عمار وعبد الرحمن. أهلا وسهلا بكم. حياك الله يا عمر. أهلا وسهلا بكم. أيضا. وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. في الحقيقة يمر الإنسان بلحظات يحتاج فيها إلى من يسمعه، فيبحث بلا شك عن قلب يطمئن إليه وأذن تنصت إليه، فيفضفض بما يثقل عن صدره. ولكن يبقى سؤال هنا، سؤال مهم: إلى أي حد يمكن أن تكون أو إلى أي حد ممكن أن نتحدث عن التفاصيل اليومية، وإلى أي حد ممكن أن يشارك الإنسان الطرف الآخر الخصوصية التامة وإلى آخره؟ ومتى تكون هذه الفضفضة راحة للنفس، ومتى تتحول إلى كشف لخصوصيات الشخص دون أن يشعر؟ وبلا شك في زمن أصبحت فيه التفاصيل تروى بسهولة، والأسرار مع الأسف الشديد تشارك بضغطة زر. تبرز لدينا قضية مهمة نطرحها أمام مسامعكم ونتناقش فيها مع الأخوين عبد الرحمن وعمار، وأسميناها بين الخصوصية والفضفضة أين الحد؟ لا شك نحن لا نستغني عن سماع أصواتكم والمداخلات الطيبة عبر الرقم الظاهر أمامكم في الشاشة، لنستفيد من المعلومات التي لديكم، وكما يقولون نفيد ونستفيد. دعني أبدأ معك عمار في السؤال الأول، وخلينا أقول هو المفتاح للأسئلة التي تليها. عمار، لماذا يشعر الإنسان أحيانا بالحاجة إلى الفضفضة ومشاركة شيء مع أي شخص أمامه؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أول شيء، الإنسان بطبيعة حاله كائن اجتماعي، عشان كذا في داخله في مشاعر وأفكار، إذا تراكمت بتصير ضغط كبير عليه وبتصير مشاكل نفسية وما إلى ذلك. فطبيعي إن أي إنسان هو زي الصندوق، كل ما تملاه 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 بيجي يوم وينفجر. فعشان كذا الفضفضة أو الخصوصية تفرق. في بعض الأحيان أشياء بدك تتكلم عليها، في أشياء ما بدك تتكلم عليها. خصوصيتك دائما لك، ودائما هي سلاحك. خصوصيتك هي سلاح الإنسان. إذا ما حافظت عليها فأنت كشفت كل أوراقك، صرت مكشوف عند كل الناس. لكن الفضفضة هي كيف أقول لك، هي ما تخرج ما في داخلك لترتاح نفسك وروحك، وتحتاجها ويحتاجها أي إنسان بالخصوص في هذا الزمن. تحتاج إنه تتكلم مع إنسان تثق فيه وتوثق فيه. الفضفضة ما هي عيب، ما هي غلط إنك تطلع ما في داخلك وتشرح للإنسان الأشياء اللي فيك، وهذا نظام عادي أنا أشوفه يعني كذا. يعني أنت في وجهة نظرك ترى بأن الإنسان يعني مو أقول لك لابد، بس يفضل أن يكون له مثلا صندوق أمامه يعني يفرغ فيه، إيه، ويعني يدلو بدلوه بشكل يومي والى اخره، صحيح؟ يعني بس ما هو بيومي. نعم. انا ما ارجحها، انا مش من الناس اللي تفضفض ولا تتكلم، انا من الناس المغلقين. عشان كذا لكن الفضفضه من فتره لفتره تحتاجها، ما هو ضعف ولا هو عجز ولا هو عيب انك تفضفض. راحه. اي راحه. نعم. تحتاجها، اي انسان يحتاجها. طيب، هذا الموضوع. طيب خليني يجرني الى سؤال يا عبد الرحمن. نعم. الفضفضه متى تكون امرا صحيا مفيدا، ومتى تتحول الى شيء مكشوف؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفضفضة كما يعني ذكر أخي عمار هي حاجة قد تتحول إلى حاجة إيجابية، وقد قد تتحول إلى نقطة سلبية في حال
الشخص أساء استخدامها. ومتى يعني يساء استخدام الفضفضة؟ إذا بدأت تتحول من فكرة يعني الاستشارة والتريح أو الترويح للنفس إلى كشف أسرار الشخص. لأنك عندما يعني تفقد أسرارك أو تفقد خصوصيتك، هنا أنت تنكشف أمام العالم، فبالتالي يسهل يعني الدخول في خصوصياتك، ويسهل يعني أنت الآن لو أسمينا أن الحياة معركة فإنه سوف يسهل هزيمتك. والحياة يعني بشكل عام هي عبارة عن معارك تخوضها، معركة تولد ولا معركة. لذلك في الحديث في الأثر يعني ولو كان ضعيف اقضوا حوائجكم بالكتمان، إلا أن معناه صحيح. لماذا؟ لأن كلما كشفت أسرارك، ويقال أن الكلمة أنت تملكها، فإذا خرجت منك ملكتك. وبالتالي الإنسان ملزوم بلسانه، فالكلمة لابد أنك أنت يعني تعرف متى تقولها ولما تقولها، والحد بينهما لابد أن يكون للفضفضة نتيجة أنت تكون منتظرها. فإذا كانت نتيجة الفضفضة يعني أنك تنكشف، وبالتالي هنا تكون نقطة سلبية. وإذا كانت نتيجة الفضفضة أنك ترتاح، هنا تكون نتيجة إيجابية، وهذا هو الحد. جميل. عبد عمار، هل أصبح الشاب اليوم أكثر ميلا إلى مشاركة تفاصيل حياته اليومية؟ نعم، الآن في هذا الزمن ما عاد صار في خصوصية، ولا عاد صار في أي من الأشياء هذه. صارت الناس تشارك كل شيء في السوشيال ميديا، في أي مكان، بس عشان الناس تشوف، عشان الناس تعرف إن أنا إيش عندي وأنا إيش معايا، وأنا في ناس تصور عيالهم، ناس تصور خصوصيات بيتهم، ناس تصور مدري إيش. فما عاد في حد للخصوصية، ما عاد فيها الآن إلا من رحم الله. فالأغلب صار يطلع كل ما في حياته ويحطها في السوشيال ميديا. فعشان كذا في هذا الزمن أنت تحتاج دائما إنك تكتم. الكتمان دائما مفيد وكويس لك، بحيث إنه العكس، إنك تطلع كل أسرارك تلاقي كل الناس عارفة إيش عندك ومدري إيش، والناس تتكلم ورا ظهرك ومدري إيش. وفي هذا الزمن عندنا حاجة جدا مهمة، اللي هي المجاهرة بالمعاصي. صارت الناس تجاهر ولا هي تفرق معاها، خلاص حتى الغلط اللي تسويه تنشره، حتى الشيء اللي ما له داعي تنشره في السوشيال ميديا، ولا عاد تفرق معاهم. صارت بحيث انه انت لو ربنا سترك انت تفضح نفسك وتحط نفسك في مواقف جدا شينة وما هي حلوة. فهذا في هذا الزمن صاير كثير ومنتشر، والله لا يبلانا ان شاء الله. الله يبعدنا عن هذه الاشياء يا رب العالمين. طيب عبد الرحمن، لو تكلمنا عن المخاطر اللي قد تترتب على مشاركة الأسرار والتفاصيل الشخصية مع الأشخاص، خلينا أقول الغير مناسبين. نعم. هل في مخاطر وما هي؟ أولا نعم يوجد مخاطر كثيرة. أولا استغلال المعلومات لاحقا. يعني لو تفضفض للشخص الخطأ في نفس اللحظة هو راح يرحمك، وممكن راح يتفاعل معك، ولكن تأكد تماما أن هذه المعلومات سوف تستخدم ضدك لاحقا. النقطة الثانية، أن تفقد خصوصيتك. ثلاثة، قد يعني ينقل الكلام إلى الآخرين، وأنت ما ودك هذا الشيء يعني يصير، حتى لو أنك أنت حرصت. طول ما أنك أنت يعني ما كتمت هذه المعلومات، وما كتمت هذه المشاعر في داخلك، قد تنتقل إلى الآخرين. رابعا، قد يساء فهمك أو تفسر تصرفاتك بطريقة خاطئة بناء على كلامك. فهذه كلها مخاطر. احنا قاعدين نتكلم في حال انت فضفضت بالمعلومات الخاطئة او فضفضت للشخص الخطأ. احنا ما نتكلم عن الحالة الإيجابية، احنا نتكلم عن الحالة السلبية. أخيرا، قد يعني بسبب كلمة تخرج منك يساء فهمك وتتأثر علاقاتك الأسرية والاجتماعية. وخصوصا الآن احنا عايشين في زمن السوشيال ميديا. خصوصا السوشيال ميديا هو أكبر مكان يعني تنشر فيه معلومات. ويعني أحيانا يقول لك يعني في ظاهرة يعني
انتشرت مؤخرا مع ظهور السوشيال ميديا، الا وهي انه الواحد يبدا يرفع الكاميرا ويصور. هذه اللحظه انت اللي تصور فيها انت تكون يعني قد تكون انك انت ارتحت، نفست عن خاطرك، طلعت كل اللي داخلك، ولكن لو تجي بعد يومين ثلاثه او بعد شهر او بعد سنه تشوف المقطع ولا تشوف الكلام اللي قلته تندم. ليش؟ لانك انت ما يعني تمالكت مشاعرك في هذه اللحظه، فبالتالي يعني خلينا نقول نص القاعده: الانسان قد ينسى ما يفضفض به، ولكن المستمع لا ينسى ابدا. هذه قاعده وضعها حلقه في اذانك، لانك انت يعني ممكن انك انت في لحظه يعني انهيار تخسر كثيرا مستقبلا. كلام عميق جدا. جرني إلى سؤال أسأل فيه عمار، أقول كيف للشخص أن يخرج أو أن يعني يدور الشخص الذي يستأمنه في الكلام ويستأمنه في همومه ويستأمنه في مشاعره وإلى آخره. تفضل. في هذه النقطة أختصر لك إياها بشكل كبير. نعم. شوف، الشخص اللي يستاهل إنك تستأمنه على مشاعرك نعم. ما هو ضروري يعرف عنك كل شيء، لكن هو الشخص اللي تحس معاه بالأمان ويساعدك ويحفظ خصوصياتك. نعم. ويساعدك إنك تخرج من الهموم أو المشاكل أنت تبي تقولها بشكل سليم وواعي. هذا هو الشخص اللي يستاهل إنك تستأمنه في كل شيء. أما غيره فمعليش. دائما احنا نقول مش لازم يكون شخص معاك عايش في البيت هو يكون الشخص اللي تستأمنه ومدري ايش. احيانا يكون برا البيت، احيانا يكون صديق، احيانا يكون ابن عم، احيانا اللي يكون. لكن في النهاية الشخص اللي تستأمنه او اللي خلاص هو ضامن انك ما راح يطلع من وراه شيء، ما راح يكسرك، ما راح يأذيك بالكلام اللي تطلعه، فاعرف انه هنا انت عند الشخص المناسب. ودائما هي زي كيف اقول لك، هي امانه صراحه. وشوف انت من تستأمن وتوكل على الله. وهذا ما عندي والله اعلم. انت يعني اختصر الكلام بانه مهما كان اللي قدامك لا ترمي له كل اوراقك. ايه، خلك زي ما يقولون ايش يقولون، خلك صندوق اسود واثقل. اثقل. ايه، خلاص ثقل زين. وانا اضيف على ذلك يعني او انه يعني في نقطة احنا ما التفتنا اليها في النقطة السؤال الأخير اللي سألتكم اياه الأخ عمار وعبد الرحمن، أن ترى في أنت يا المفضفض إليه، جميل، أنت هنا ترى مؤتمن على الكلام. أنت الآن مؤتمن. أنا يوم ألقي إليك الأسهم أو يعني أتكلم معك في أي شيء كان، جميل، أنت الآن ترى مؤتمن على هذا الكلام اللي خرج. فأنت إذا أتيت في يوم من الأيام تستخدمه في صالح الطرف الآخر أو ضده أو في صالحك وإلى آخره، فهذا أعتقد أنها يعني نوع من أنواع الخيانة وقلة المروءة. صحيح. جميل. هذه نقطة يعني نبغى نلتفت عليها، ما ودنا نضرب بس في اللي قاعد يفضفض، لا، أنت المستمع إليه. استخدامك لهذه الكروت رايح راجع ضده يوم من الأيام، حتى يعني ترى أحيانا زي ما قال لك عبد الرحمن قد تخرج ترى في لحظة انهيار ضعف. فحتى هو الرجل يوم ما يبغى أصلا يسترجع بأنه هو قال لأحد هذا الكلام. فمن المروءة عدم تذكير الناس بالأوجاع وعدم تذكير الناس بالفضفضة وإلى آخره. يعني هذه كانت إيش على الخاطر. أختم معك عبد الرحمن. لو سألتك قلت لك أين الحد الفاصل بين يعني خليني أقول طلب الدعم النفسي والراحة في الحديث وبين نشر الخصوصية أمام الآخرين، هذه موازنة ودي لو تضبطها الله يحفظك. طيب، خلينا يعني نضع الفرق ما بين النقطتين. النقطة الأولى، متى يكون يعني الحديث ذو أهمية، أو خلينا يعني نعيد صياغة الجواب مرة أخرى. الفرق الأساسي يكمن في الهدف والطريقة. في كل فضفضة لك لابد أن يكون لك هدف، والأهداف كثيرة.
خلينا نختصرها في 3 أهداف. أول هدف يكون طلب نصيحة، حال أنت تفضفض حتى إيش تصل إلى نتيجة، لا وهي أنك أنا أبغى أسمع منك، أسمع نصيحتك. أحيانا ما أسمع منك نصيحة، وهذا ترى شيء لابد أن يفهم المفضفض إليه. على قولتك أنت لازم تعرف أنت إيش دورك الآن في هذه الفضفضة. أحيانا الإنسان يعني ما يسمع، يعني ما يحتاج يسمع منك نصيحة، أنا أحتاج منك أنك أنت بس يعني تعطيني دعم نفسي. أنا ما أقول لك يا عمار أنا وأنا وأنا وأنا، أنا ما أطلب منك تقول لي والله يا أنا أنصحك يا عبد الرحمن تقول لي هذا الكلام، أنا أحتاج منك دعم نفسي. النقطة الثالثة، أحتاج منك أحيانا أنك أنت تحل مشكلتي، أنا أفضفض لك وأتكلم معك بكل صراحة وأكشف لك كل أوراقي حتى تحل المشكلة. فأنت أولا لابد أنك أنت تعرف الشخص اللي يتحدث، لابد أنك تعرف ما هو الهدف من الكلام. الطرف الآخر لابد أنه يفهم أو يصله هذا الهدف. هنا تكون خلينا نسميها الفضفضة أو الكلام يعني نقطة صحية. ولابد يعني خلينا نتكلم عن الإنسان يصل إلى مرحلة عالية من النضج، أنه يعرف أولا ماذا يقول ولمن يقول. مو كل أحد جاء قدامك، في بعض الناس ما شاء الله تبارك الله من جد كتاب مفتوح، أي إنسان قدامه يقول لك والله أحيانا أنت ترتاح لشخص من أول نظرة، لا هذا شيء غلط، لأنك أنت ما تعرف هذا الشخص ايش طينه، يعني إيه بالضبط، ما تعرف ايش طينته باللغة العامية، ما تعرف هو يعني ماذا يخبئ لك. لابد أنك تعرف من هو هذا الشخص، وأيضا لازم متى تعرف متى يتوقف الكلام، وهذا الشيء ما يعرفه الناس اللي يسترسلون كثيرا. الشخص اللي يتكلم لما ندخل في الجو يبدأ ايش يعني ما يدري إلا أنه مضيع الدنيا وجاب كل يعني المستخبي زي ما يقولون. فبالتالي أنت لابد أنك أنت تعرف وش بتقول بالضبط ولمن تقول بالضبط وماذا تقول بالضبط. فالخصوصية ليست جدارا، خلينا نتكلم عن بشكل يعني دقيق. الخصوصية ما هي جدار يعزلنا تماما عن الناس، ولكن الخصوصية تحفظ لك أولا كرامتك وخصوصيتك، وتحفظ لك أيضا توازنك النفسي. صلى الله عليه وسلم. أزيد عليها بس حاجة أكيد صغيرة. أكيد بكل سرور. في الفضفضة يا أخي عندك قيام الليل، فضفض مع رب العالمين. يا سلام نعم. يا سلام، كلام كبير والله. عندك قول ما تبغى تقول، رب العالمين يحفظ لك كل أسرارك. استأمن رب الناس ولا تستأمن الناس. هذا حبيت أضيفها بس. والله يا أخي يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك. الشكر موصول للأخوين عبد الرحمن وعمار على حسن الطرح وحسن الله يحييك الإجابات الجميلة. كما نوصل الشكر إلى مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وحسن المشاهدة الجميلة. في ختام حلقتنا أو توضح لنا بعد هذه النقاط الطيبة بأن الفضفضة حاجة يعني إنسانية، ولكن الحكمة تكمن في معرفة ما يقال ولمن يقال ومتى يقال. فليس كل ما نشعر به يقال، وليس كل من يسمع يؤتمن. والإنسان العاقل هو من يحفظ خصوصيته دون أن يحمل هموما أو دون أن يحمل همومه وحده. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقيكم بعون الله وقوته الثلاثاء القادم بتوقيت 4 عصرا بإذن الله عز وجل. إلى ذلك من حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.